بحب بقى الثانيه برضو اللي هي بتاعت راشد الماجد دي، بتاعت محمد عبد الثانيه بقى بتاعت انا صاحي اليوم وعيني عنهم مش غافله، دارس طبعهم وفاهم قصدهم والجهله، تظنوني خفيف العقل يا ناس ومجنون، وانا اللي افكر فيه انتوا والله ما تدرون. حاجه كده يعني، في شغل جامد دي. بحب الاغنيه دي قوي. احب العب على المضمون، احب العب على عشان كده انا عشان احب العب على المضمون هلعب على الاسد. الاسد دي بقى الاسد دي او الامد. الامد برضه يقول لك طويل الامد يطول عمره ويتنازع عصره، يبيض قصره. يبيض قصره ليه؟ لان هو كان المونه عنده ازاي؟ المونه عنده في القصر كانت ابتدت تقع، فقال لي يبيض قصره. فطويل الامد يزعزع عصره ويبيض قصره، ينصره على مين يعاديه؟ خد دي. يلا معانا الاسد، معانا الاجر. الاجر ده يعني الثمن اللي انا دفعته. عارفين الثمن اللي انا دفعته كام؟ الثمن اللي انا دفعته كان غالي قوي، غالي جدا والله، كان غالي جدا. جالنا سؤال من متصل بيقول يا ترى تامر دفع ولا ما دفعش؟ عايز اقول لك ان انا كنت الدافع الاساسي لكل الناس، وكنت دايما ادفعهم للامام وليس للخلف، ان هم يركزوا ويتصلوا ويكسبوا ويفوزوا بكل هذه الجوائز. نعم، واني كنت دافع دفعا كثيرا، وكنت دافع دفعا كبيرا. نعم، وخدت تاكسي من على اول الشارع وصلني لغايه اخر الشارع، واديته جنيه ونص قد كده، جنيه ونص اللي هو قد كده. ليه؟ لان الجنيه ونص دول كان جنيه طويل الامد، ونص كان نص امد. الموضوع كبير جدا. فهل تدرون ما هو الحل ولا لا تدرون؟ دلوقتي احنا معانا الاسد، معانا القلم، الالف، ومعانا معانا الايه؟ معانا ايه تاني؟ انا نسيت يا جدعان، فكروني انا مخي نفسر. معانا الاسد، ومعانا الاجر ده اللي هو اللي انا دفعته. معانا المعده، ايه اللي كان مكتوب بعد الاجر ده؟ الالف وبعد كده الامد، وبعد كده الاسى بقى. الاسى دي حاجه فظيعه، احلى حاجه في الدنيا القلاس. فانت لما معاك القلاس، انت تحب القلقاسه قوي بقى. تحب القلقاسه قوي. طب مش لسه انا كنت شايف كده بحب القلقاسه قوي. شوربه بقى ولحمه وقلقاسه، ما هي دايما كده، اللي تبتدي بلحمه وشوربه تنتهي بقلقاسه. ايه؟ حد واقف الحله ولا محدش واقف الحله؟